هو ليه الزمالك ما بيكسبش يا اسطى؟ اي نادي بيجي بيحط عليه. غزل المحله شغال، اسوان شغال، حتى بتوع الادويه شغال. قعدنا نقول بتوع الادويه لحد ما بتوع الادويه جم حطوا علينا. ما احنا قعدنا نقول شوفوا الاهلي هيلاعب مين والزمالك هيلاعب مين، الاهلي هيلاعب احسن نادي في العالم والزمالك هيلاعب بتوع الادويه. طب حتى بتوع الادويه جم قالوا لك خد على عينيك، هو انت بتستقل مننا يا اسطى؟ طب خد يا اسطى. وكمان ما حطوش فيك هدف ولا اتنين، ده حطوا فيك 3 والتالت جاي. يعني التالت جاي اصلا بشكل مش طبيعي. اللعيبه بتخبط في بعضيها، اللعيبه اصبحت بتدخل على بعضيها، اللعيبه مش موجوده في الملعب، الذهن مش صاف في الملعب. طبيعي لو اللعيبه موجوده في الملعب مش هيحصل اللي بيحصل ده، من اول نص ساعه يتسجل في الجونين. لا ده مش طبيعي، ده الموضوع مش فني. زيزو بالشكل ده دبس نفسه ان هو جدد، وامام خلع، امام بالشكل ده خلع ونفد بجلده. يعني سيبك من الناس اللي بتتكلم على حسام عبد المجيد، دي غلطه عادي، اي حد بيغلط، فان دايك بيغلط، اي لاعب مدافع في العالم بيغلط، دي حاجه طبيعيه. الموضوع مش هنشيله لحسام عبد المجيد، الموضوع مش حسام عبد المجيد بس يا جماعه، اللعيبه كلها اصلا مالهاش نفس ان هي تلعب. اللعيبه تعبانه نفسيا، يعني اللعيبه تحس ان هي متشتته في الملعب، يعني تحس اللعيبه مش موجوده، ذهنها مش موجود في الملعب، ذهنها مش صافي. فالموضوع مش فني قد ما يكون نفسي. اللعيبه فعلا تحس ان هي مشتته. مفيش خط نص بدون امام، ولا في دفاع بدون الونش، بس ايا كان بالشكل ده اللي الزمالك فيه الايام الجايه، الزمالك يا جماعه من سيء الى اسوء. اللعيبه مش مهيئه نفسيا قبل ما تكون مهيئه فنيا. يعني الموضوع مش موضوع فنيات في الملعب، اللي بيحصل ده مش موضوع فنيات في الملعب، اللعيبه مش موجوده. المهاجم بيبقى يشوط واللعيبه تحس ان هي مش شايفه قدامها اصلا، يعني ما بتضغطش، كانها مش شايفه قدامها، ذهنها مش موجود في الملعب، كانها بتحلم، كانها في عالم الخيال. وجهاز نادي الزمالك شاغل دماغه بالاهلي عن ما شاغل دماغه بالزمالك. طب انت شاغل دماغك بالاهلي ليه؟ دي نتائج متوقعه. طالما واحد بيطلع ويقول لك في الاعلام اللعيبه بتاعتي بتاخد واللعيبه بتاعتي بتعمل، فده شيء طبيعي، لان الواحد ده الطبيعي ان هو يحمل اللعيبه ديت من الاعلام ومن الصحافه ومن اي حد ممكن يتكلم عليهم. واحنا بالشكل ده مش هنستنى من الزمالك حاجه. الزمالك طالما وقعته بتطول قوي زي 2005 و2006، هو الايام ديت كانها بتعيد نفسها من اول وجديد. وسببها ايه؟ سببها المجلس. طالما انت طلعت واتكلمت على اللعيبه والشغل ده ما ينفعش. واحنا كده هنستنى الهزيمه الجايه للزمالك، يعني احنا هنستنى ماتش الزمالك عشان نتغلب نفس القصه ونطلع نهائي بالشكل ده. وهنقول نفس الموضوع، الغلط مش غلط فني في اللعيبه، اللعيبه مش موجوده تماما. فاحنا مستنيين هزيمه الزمالك الماتش الجاي، والسلام عليكم.